اللي صار في الكلاسيكو امس كوم، واللي يدير فيه كيليان مبابي كوم واحد اخر. جمله كانوا يقولوا فيها بعض الجماهير انا ما كنتش اصدق فيها، لكن تاكدت مليون في المليون ان كيليان مبابي بعد الستوري هذا ما تهمش الا نفسه. بغض النظر عن الرساله المشفره اللي دزها كيليان مبابي لجماهير نادي ريال مدريد على انه هو يوضح مش انا سبب خراب منظومه نادي ريال مدريد، لا هذا كوم وفي كوم واحد اخر. الصحفي البرتو ادرك كيليان مبابي انه لن يشارك اساسي في المباراه عندما غادر التدريبات ب5 دقائق ادعى الاصابه. يعني كيليان مبابي كان متقصد انه هو ما يشاركش في المباراه لانه مش حيبدا اساسي. لا حنجي في صف فينيسيوس جونيور ولا حنجي في صف كيليان مبابي، انا في صف شعار نادي ريال مدريد. الاثنين هذيما ما يستاهلوش يلبسوا قميص نادي ريال مدريد، ومن المفترض انه لو جاء مورينيو هذيما اثنين طرد من النادي. انت تسحب ان معيه نادي ريال مدريد كملت عليك وخلاص ما عادش في اي مواضيع اخرى. اسمع الخبر الصدمه اللي حيصدم جماهير ريال مدريد بالكامل. حسب الصحفي رومان الفاريز يقول ان هناك لاعبون اصحاب نفوذ في غرفه ملابس نادي ريال مدريد يطالبون برحيل فالفيردي هذا الصيف. هي تفضل طلت بلاعبين نادي ريال مدريد اصحاب النفوذ اللي هم الله اعلم من هم اصحاب النفوذ اللي هم يطالبون برحيل لاعبين. نادي ريال مدريد اصبح حضانه رسميا